اهلا وسهلا. دكتور، في الحقيقه الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده موضوع خاص يمكن برضه بيعكس بعض المقاييس الخاصه بينا. كنت لسه بتكلم انا وهنا في فكره ان استخدام العسل بكميه كبيره وكمان السكريات او العصائر المستخدمه اللي فيها سكر بشكل كبير بتؤدي طبعا لتلف الكبد بمعدلات اكبر. هو طبعا احنا عايزين نحذر من السكريات بشكل عام، ونقول ان في حاجه اسمها في العالم دلوقتي اسمه ادمان السكر، والعالم كله ابتدى يتضح انه الاكثار من السكر يسبب حوالي 80 آفة صحيه، من ضمنها مرض السكر، من ضمنها نقص المناعه، من ضمنها اشياء كثيره جدا، من ضمنها السمنه وهكذا. يبقى الحذر في استخدام السكر، خاصه السكر الابيض، وهنلجا للسكر الموجود في الفاكهه مفيش مانع، بس برضه هننوع انواع الفاكهه اللي بناكلها، بناخد نوع واحد. والحاجه الثالثه برضه ان عسل النحل مفيد، وهنأكد عليه برضه مهم جدا، لان ملعقه طعام واحده بس من عسل النحل دي حوالي 17 جرام من المواد النشويه، ويديني 40% سكر فاكهه و30% سكر عنب و3% سكر قصب. العسل منعش ومفيد ومضاد حيوي طبيعي، وفي مواد هامه جدا تعتبر مواد طبيعيه مناعيه تعمل كمضاد حيوي، وبيرفع المناعه، وبيوفر املاح معدنيه زي الحديد والنحاس والمنجنيز والكالسيوم والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور، وفي فيتامين ضد النسيان، فيتامين ب1 وب2 اللي بيبقوا هام جدا لتحقق زوايا الفم. وكثير جدا بنوصف للناس اللي عندها مشاكل في الفم او حوالين الشفتين او عند الزوايا، نقول لهم بس ادهنوا عسل النحل عده مرات في اليوم وبيخفوا. والناس كمان عندها خشونه في الجلد في الشتاء بيستفيدوا منه. في فيتامين سي، وفي غذاء ملكات النحل، وفي 22 حمض اميني مهمين جدا، وفي ما يسمى شمع العسل. شمع العسل ده فيه سحر، فيه 500 من مضادات الاكسده المتنوعه، وبذلك احنا دايما بنوصف فيه الناس اللي عندها نقص مناعه. وكمان اهم حاجه في العسل بنحبها دلوقتي ان هو بيساعد على استيطان البكتيريا الصديقه. مش هنلجا للعسل عمال على بطال، معلقه واحده كفايه. وممكن ان احنا نحط عليه ليمون او نحليه اي عصير فاكهه او مشروب دافي، مشروبات الشتاء اللي ترفع المناعه. طب يا دكتور، بالنسبه للموضوع العسل واضافته على الحاجه السخنه، يعني في بنحل الاطفال طبعا الحاجات بالعسل، هل العسل بيفقد القيمه الخاصه بيه ولا برضه ما زال بيحتفظ بيها مع السخونه؟ خليها مع الدفيان، خليها مع مشروب دافي، بيبقى افضل كثير جدا من السكر الابيض اللي احنا دايما بنحضر منه. برضه من مشاكل السكر الابيض برضه الناس بتلجا لها ان في كميات كبيره الناس بتاخدها كل يوم، وده بيخليهم عندهم ادمان. وللاسف لازم نعترف ان في حاجه اسمها ادمان السكر. والجديد بقى كمان ان ادمان السكر بيلعب على نفس الخلايا اللي موجوده في المخ بتاعت الهيروين والكوكايين. يبقى كده اللي بياخد الحاجات دي كلها بيتعود عليها، وبيضطر ان هو في المستقبل مش هيستطعم الحاجه الا لما يحط كميه كبيره. وفي كل يوم هتلاقي الادمان بيزيد، والانسان ما يقدرش يتعود يشتغل ولا يعمل اي شيء الا لما ياخد كميه كبيره من السكر. وده خطورته بقى ان بعد كده بتلاقي الانسان بقى اصبح عبد للسكر، ويبتدي بعد كده للاسف كل شركات الدعايه في العالم اللي خاصه بالمشروبات الصناعيه والمحلاه عرفت الحكايه دي كلها، وبيستخدموا السكر في حتى في الكاتش اب هتلاقي فيه سكر. المشكله كمان ان السكر الزائد ده، السكر الزائد بيبقى مصدر للطاقه وكمان للمخ، فتلاقي الادمان يبتدي مش هقدر افكر ولا هقدر اعمل حاجه جدا الا ما تحط لي السكر ده بشكل ما. العالم دلوقتي اصبح يحذر من السكر الابيض، ونعتبره زي السموم الثانيه زي الملح وهكذا. وكمان ابتدى في بعض الدول يعملوا ضريبه على استهلاك السكر، وفي بعض الدول الثانيه بيعملوا رخصه خاصه اللي هيبيعش مشروبات المحلاه للاطفال.